أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. فعلا الصلاة خير من النوم. أجمل شيء نبدأ به نهارنا، وأول شيء نبدأ به نهارنا وهي صلاة الفجر. واحد الطاقة الإيجابية كتبدا من هاد الوقيته، نفسيتك كتحسن بهاد الوقيته. الا عندك سرجم بالكون سطح، خرجي جربيها، خرجي وتنفسي وخدي نفس عميق، والاذان منين كيكون تيتكلم حتى انت ترددي من موراها غادي تصلي الصلاه ديالك، هي اللي كتكون المفتاح ديال النهار والبدايه الموفقه. غتصلي الصلاه ديالك ديال الفجر، رغيبه الفجر، تصلي صلاه الصبح وتقراي ما تيسر لك من القران على حسب وقتك، يا ايه يا جوج يا 10 يا 100، داكشي اللي قدرتي عليه. انا ولفت كنقرا سوره البقره والحمد لله، وكنصحكم باش نتوما تقراو، راه كتاخذ ساعات المكانه، ما كتاخذش وقت كتير. بالنسبه كل واحد على حسب ظروفه وعلى حسب وقت التوقيت ديال وليداتو. انا كتسالي سوره البقره، عاد كنوض نفيق وليداتي وكنعطيهم الفطور ديالهم، وكنرجع نقرا سوره الواقعه وندير الاذكار ديالي اليوميه. موراها كنبداو في الشقه ديالنا وفي الروتين ديالنا. انا غادي نشارك معكم واحد الكراتان ديال الشوفلور. شوفوا هاد الشوفلوره خديتها ب10 دراهم، زعما الغلاء يا ربي يا ربي تكافينا وتعافينا يا رب يا رب. غادي ندير هذيك الزليفه ديال العدس، وغادي ندير الكراتان ديال الشوفلور والبطاطا بلا كفته بلا حتى شي حاجه. هي واحد الفكره، هذوك الساشيات اللي كنجيبوا فيهم الصخره، هذوك نبداو هما نجمعوا فيهم البوبيل ونرميوها باش ما كنرووش البوطاجي ديالنا وكتبقى البوبيل مجموعه، يعني في ساعه كنرميوها. المهم انا هنا راه غنشارك معكم روتيني ديال الصباح قبل ما نمشي للخدمه. كيسهل على اي واحد، واخا ما تكونيش خدامه، جربي اختي انك تنوضي الصباح وتحيدي الشغلات ديالك تيبقى لك النهار كامل. المهم انا غادي ناخذ العدس بعدا قبل راه نقيته رطبته في الماء طيب باش ما كيتقشرش وباش كيساعدني دغيا كيطيب. هنايا خديت كاسرونه اللي درت فيها الماء، درت فيها وريقه تاع سيدنا موسى والحامض وجوج ضريسات تاع الثومه وخليتها طيب. منين طاب الماء غادي ندير فيه الشوفلور والبطاطا. هنايا راني سلقت حتى هي في شويه الماء والملحه، حتى حسيت بها طابت صافي، وغادي ناخذها ما حتى سخونه. غادي نمعكها مزيان، اللي عنده ديك البريس بيغي غادي يدير بها، واللي ما عندوش انا ساعات غير بالفوير قدا الغرض. والشوفلور حتى هو غادي نحيدو يتسقطر. في هاد الوقيته هادي نمشيو نطرفوا الى عندنا شي حوايج، كنطرفوا البيت تاع الدراري لان تيكونوا خرجوا للمدرسه. طرفت الصاله، سست شويه لي كانابي ورجعت خديت الفطور ديالي صافي. لقيت داكشي تسلق، اكرازيت البطاطا وحطيت الشوفلور هنايا كيتسقطر. غنديرو غير في شبكه ونحطو يتسقطر حتى هو غادي نكرازيه، ولكن ماشي بزاف، نخليو شويه. هنا غنشارك معكم العدس، راه كيجي لذيذ بنين وما فيه شي حاجه. كلشي كنديروه في خطره وحده. عندنا البزار، الخرقوم، التحميره، الثومه محكوكه، والملحه اللي كتبقى هي اخر حاجه. بصيله اللي كتكون صغيره مقطعه طريفات صغار بتيدي اولا غادي نهاشيوها. هادو هما المقادير اللي كاينين، ومعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، والزيت اللي تيكون بالزيت. بحال دابا كنقدروا نديروا واحد كاس لاروب ما بين زيت الزيتون وزيت المائده صافي. وغادي نديروا الماء وغنشعلوا عليه ونغطيو، ما نسدوش عليه الكوكوط. احسن حاجه هو ان العدس ما تيطيبش نسدو عليه، غير كنغطيوه ونخليوه على الفورنو بحال هكا. راه ما سديت لا كوكوط لا والو. غندوز نصاوب معكم البيشاميل اللي غادي نديرها في الكراتان. هنا خديت معلقه ديال الزبده اللي خليتها حتى دابت، غادي نزيد على واحد المعلقه كبيره ديال الفورص، وغادي نبقى نحرك فيها بشويه بشويه اللي حتى كتبان ليا هذاك الفورص تجمع. كنضيفو تقريبا نص لتر ديال الحليب، ولكن على 2 ساعات، ما كنضيفش الحليب كامل في خطره وحده. هانتوما ملي كيتكور داك الفورص والزبده كنضيف واحد شويه الحليب، نحس بيه تطلق عاوتاني نزيد شويه الحليب، نحس بيه ثاني تطلق كنزيد شويه ديال الحليب. البنات عافاكم هنايا الا ممكن ولا جات على خاطركم هبطوا خليو لي اللايك، حيتاش كتنساوها. اغلبيه كتفرجوا في الفيديو وما كتخليو لي لا تعليق لا لايك. اللايكات البنات راه ما تنتخلصوا عليهم ما والو، غير مني كنشوفوا اللايكات كيطلعوا للناس اخرين دوك الفيديوهات ديالنا، وحتى حنا كنعرفوا بان الفيديوهات ديالنا راه عجبكم. هنايا راه ضفت صافي الكاس الاخير
درت لا سيزون وغادي ندير معلقه ديال الملحه حسب القياس، ونص معلقه ديال البزار، وغادي نحك واحد الراس ديال الكوزه، يعني نحك غير واحد جوج حكات هكا صافي. وغادي نبقى نحرك 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 حتى يبان ليا تقال، ما نخليوش يتقال بزاف لان حنا مازال غادي يزيد يطيب، وباش يتميلونجا لينا مع داك الشوفلور وديك البطاطا. هنا زدت فيه واحد المعلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس، وهنايا درت لي رامكان ديالي غنخلي حيتاش بنتي غادي تجي من لافاك حتى العشيه، ولدي غيتغدى هو بابا، دونك يعني خليت ليها ديالها. هادو راه تقدروا ديروهم حتى عند بيديان، انا نوريكم واحده هنايا صغيره تقدروا ديروا كيف تديروا اللحم، ديروا اللي كان، وغادي تحطوا عليهم داك الشوفلور والبطاطا اللي تخلطوا مع بعضياتهم، وزدنا عليهم ديك البيشاميل صافي. وغديروهم هنايا راه درت واحد البصيله مشحره كتعجبني، وتصدقوني جربوها البنات في اي كراطان، كتشدوا قطعه بصله كتقطعوها ايمانسي وكتشحروها مع شويه تاع البزار والملحه صافي، وكنلوحوها الفوق. من بعد غادي نحكو كميه مهمه تاع الفرomاج، كل واحد على حسب داكشي اللي عنده، غادي نغطيو هذاك الكراطان من الفوق كله بالفرomاج صافي، وغادي نخشيه في الفران يطيب. ديجا هو راه عندي كلشي طيب، شوف لور طيب، البطاطا طيبه، البيشاميل طيبه، غادي غير نخليه تكراتينا. هنايا في هذا الاثناء راني قلبت العدس لقيته طاب، غنخليه غير يزيد يشرب واحد شويه، غنزيد عليه واحد المعلقه ديال زيت العود ونخليه يشرب صافي. ها هو يا العدس واجد، شوفوا كيجي راه كيجي بنين، كيجي لذيذ، وفي نفس الوقت ما كيجيش ثقيل ولا معجن. ها الكراتان ديالنا حتى هو خرج، وهذه هي الوصفه ديالنا الغدا اللي غادي نخليها للدراري. شوفوا العدس كيف جا، انا تعمدت نخويه في الزيفه باش تشوفوا راه كيجي بحال السناكات اللي كتاكلوا على برا، بحال هكا ما كنستعملش فيه مطيشه. هاد الكيكه ولا الطاق ديال التفاح حتى جيت من الخدمه عاد باش غنشاركها معكم. ممكن انكم ديروا اي حاجه، ودرنا واحد العصيره ديال الحامض غير على ود هذاك باش ما يتاكسدش من ود التفاح، باش ما يتاكسدش. غنزيدوا عليه واحد معلقه صغيره ديال القرفه، ساشيه ديال الفانيلا، عندكم ديال المزهر ديروها، انا عندي غنكتفي غير بهادي صافي. والعصيره تاع الحامض كيف قلنا، هادو غادي نخلطهم ونحطوهم على جنب. المقادير اللي غنحتاجو 3 البيضات، ساشيه ديال الفاني، كاس ديال الياغورت، كاس ديال الزيت، كاس السكر، كاس ديال الحليب. وانا غادي نعبر معاكم، انا عندي 2 كيسان ونص، المهم انا غنعبر معاكم باش نعطيكم عباره التدقيق، وجوج خمارات. هادو هما المقادير اللي عندنا، طربوهم في المونيكس، في الباتور، في الميكسور، فاش ما بغيتو ديروه. هنايا درنا 3 ديال البيضات ديالنا مع واحد القريصه ديال الملحه، غادي نزيدو معاهم واحد الساشيه ديال الفاني، وديما واحد الاناء اللي كتجمعوا فيه باش يجيكم داكشي ساهل، ماشي تلوحوا ترميو عاد تجمعوا. غنضيفوا الكاس ديال السنيده، صراحه ملي تكون النظام في الخدمه ما كتحسوش بشي حاجه اللي عشوائيه صافي. هنا غنميكس، هنا شوفوا الخليط كيف تيولي حتى كيولي اللون ديالو ابيض. من بعد كنضيفوا الكاس ديال الزيت بحال شي خيط، ما كنخويوش دفعه واحده، كنخويو بشويه بشويه وحنايا كنطربوا. البنات عرفتوا كنمونطي في هذا الفيديو كناكل في هذه الكيكه هذه، جات بنينه، جربوها صدقوني جربوها صافي. من بعد غادي نضيفوا الياغورت اللي بقى والكاس ديال الحليب، وغنطربوا مزيان، وغادي ندوزو ناخذوا الدقيق. هنايا عندي غربلت 2 كيسان ديال الفورص وبجوج خمارات صافي. غادي نبقى نخلط غادي تخصني غادي نزيد نص كاس تاع الدقيق، يعني زدت ليا 2 كيسان ونص ديال الدقيق. نتوما ديما ديروا 2 كيسان والكاس الثالث بشويه باش تشوفوا. كتبقاو تخلطوا مني حتى كتكتب لكم هذيك 8 صافي كتحبسوا. خديت واحد الحامضه، نص ديال الحامضه اللي كنت عصرت على التفاح، وبقات واحد المعلقه كبيره ديال الحامض، كنديروها دائما حتى الاخر صافي. كنخلطو مزيان، وكناخذ المول ديالي اللي جبت من الثلاجه اللي مدهون بالزبده والدقيق، كنخوي واحد الطبقه اللي تكون اكثر من اللي غنخليه الفوق، غنفرتت فوق من هذاك التفاح والشوكولا والزبيب. تقدروا ديروا لوز ايفيلي، ديروا بودر دامون، ديروا الكركاع، ديروا اللي عجبكم اللي عندكم ديروه. وغنضيف عليه داك الخليط اللي متبقي ديال الكيك، وغادي نضيف داك شويه اللي بقى ديال التفاح وديال الزبيب والفيرميسيل، وغنخشيها في الفران 180 درجه لمده ديال 35 دقيقه، وكل وحده راه عارفه الفران ديالها. ايوا من بعد صافي عمرت بريريت ديال اتاي، جمعت دوك المعينات، غسلت كلشي المعينات اللي كاينين،
كان هذا هو الفيديو، خليتكم على خير. وهذا غنخليكم على الشكل النهائي ديال الكيك، راه جات بنينه معلكه من الداخل. جربوها وخليوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم. خليتكم على خير، وما تنساونيش دائما من اللايك ديالكم. ومرحبا بالناس اللي تزادوا معنا جداد، مرحبا والف مرحبا. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. غادي نكملو. شوفوا كيفاش تجي حتى من التحت، نوريكم من التحت ولكن